اللاعب اللي كان بيخرب الدنيا في الأندية الأخرى وأينما ذهب يبحث عن المشاكل. يجي النادي الأهلي يلتزم الصمت. تخيل معايا كده لما انت تسيب مكان انت نجم الأوحد فيه وكل طلباتك كانت مجابة وبتتخانق مع طوب الأرض ولا حد يقدر يخصم لك، وتروح نادي آخر ما بتلعبش فيه، لا وكمان مخصوم لك 1,000,000 جنيه حتة واحدة. في الايام عنده الساعة معاه كهرباء شو هذا؟ شنو هذا؟ غير انه يبوه لغايه ما بطل كوره. في عام 2020 اتخذ كهربا قرار تاريخي بالانتقال الى النادي الاهلي، بس القرار ده كان محفوفا بالكثير من المخاطر، خصوصا ان كهربا كان نجم الشباك في نادي الزمالك قبل السفر الى البرتغال، والطبيعي ان هو اول ما يرجع كلنا كنا متوقعين ان هو يرجع على نفس النادي اللي كان متألق فيه. لكن كهربا اخذ القرار الاصعب في حياته من دافع حبه الى النادي الاهلي. مش بس كده، ده كتب في عقده انه بيتحمل المسؤولية كاملة في حال وجود اي غرامات او مشاكل. مر كهربا بالعديد من الظروف الصعبة في البدايات مع النادي الاهلي، اشهرها كانت بلقطة عملها مع بيتسو موسيماني في نهائي القرن، فبعد تسجيل محمد مجدي قفشة الهدف القاضية في مرمى الزمالك كل اللعيبة راحت تفرح الا كهربا. هو الوحيد اللي راح لبيتسو موسيماني وقفشه تحت دراعه وطالبه ان هو يقفل العمق تماما، وحتى لو كان على حساب نزوله للملعب. عمل اللقطة دي كهربا بسبب دافع حبه الشديد للنادي الاهلي، وانه نفسه ان المباراة تنتهي بفوز النادي الاهلي ويحصل النادي الاهلي على بطولة دوري ابطال افريقيا. ولكن تلك اللقطة مع بيتسو موسوماني في المقابل عملت ازمة ما بينه وما بين بيتسو موسوماني، اللي ابتدى يركز مع محمود كهربا لدرجة ان طلع في مرة من المرات وقال ان كهربا من الشخصيات الصعب التعامل معاها. وهنا انا ما بلومش على بيتسو موسوماني، ولكن كل واحد وله وجهة نظر، ممكن يكون مقتنع بيه او ممكن يكون غير مقتنع بكهربا. لكن كهربا في الفترة ديت اللي انا حابب اقوله لك كانت مشاركاته على استحياء، وكان بينزل لأوقات قليلة جدا، ورغم ذلك كانت أرقامه مميزة. شارك كهربا مع النادي الأهلي في 62 مباراة في مختلف المسابقات، سجل كهربا 17 هدف وصنع 9، يعني ساهم في 26 هدف. هتقولي طب ما كل ده أرقام قليلة جدا، لكن اللي انا عايز اقوله لك ان كهربا كان شارك في تلك الفترة كبديل، وفي ظل الازمات الكتير اللي هو وقع فيها واستبعاده لعب 2736 دقيقة فقط، يعني بمعدل شوط واحد بس في كل مباراة. يتخلل الظروف ديت خصم وصل ل1,000,000 جنيه، وكهربا ما زال ملتزم بالصمت. اللاعب اللي كان بيخرب الدنيا في الأندية الأخرى وأينما ذهب يبحث عن المشاكل. يجي النادي الأهلي يلتزم الصمت. تخيل معايا كده لما انت تسيب مكان انت نجم الأوحد فيه وكل طلباتك كانت مجابة وبتتخانق مع طوب الأرض ولا حد يقدر يخصم لك، وتروح نادي آخر ما بتلعبش فيه، لا وكمان مخصوم لك 1,000,000 جنيه حتة واحدة، وانت اصلا متحمل كل العواقب لو جت الغرامة المحتملة عليك من الاتحاد الدولي علشان انت فقط بتحب النادي الاهلي. ده غير بقى المضايقات بالجملة اللي تلقاها من رئيس النادي الاخر. وهنا قرر كهربا ان يخوض تحدي جديد، وهو انه ينتقل الى نادي هاتاي سبورت التركي على امل استعادة البريق والعودة مرة اخرى الى النادي الاهلي. وعشان كهربا لاعب نفسي بشكل كبير، لعب 9 مباريات صنع فيهم كهربا هدفين ولم يسجل، ولأن المصائب لا تأتي فرادى في يوم 11 يوليو 2022 يتحكم على كهربا ب2,000,000 دولار لصالح نادي الزمالك. مش بس كده، كمان وإيقاف 6 شهور كاملة. انت متخيل النادي اللي هو بيحبه وساب الدنيا كلها علشانه ملعبش فيه، وكمان متغرم 2,000,000 دولار لوحده. ومع هذا كهربا بيلتزم الصمت تماما وبيلتزم داخل النادي الاهلي، لا وكمان بيضيع من عمره 6 شهور كمان.
وفجأة بعد انتهاء فترة التوقف وبالتحديد في يوم 11 يناير الماضي كهربا بيرجع للملعب مرة تانية، ولكن المرة ديت كانت بشكل مغاير تماما. وفي اول لقاء ضد سموحة في الكاس كهربا بيسجل هدف وبيصنع هدف اخر. مش بس كده، المباراة التانية على التوالي كانت قدام غريم التقليدي للنادي الاهلي وهو نادي الزمالك، كهربا بيسجل الهدف الاول والماكينة الكهربائية تدهس كل من يقف امامها لحد ماتش طبعا اللي كلنا شفناه وتابعناه، مباراة الهلال السوداني. كهربا احرز هدف عظيم جدا جدا في ذلك المباراة، والهدف دوت يدل ان هو قد ايه لاعب اقل ما يقال عنه ان هو بيمتلك المهارة والحسم، مش المهارة بس. كهربا شارك مع النادي الاهلي لحد الان منذ فترة الايقاف 13 مباراة، ساهم في 10، سجل في 8 وصنع 2. مش بس كده، بيعود مرة اخرى كهربا الى منتخب مصر وسط اعجاب شديد جدا من روي فيتوريا، واللي اعتقد ان شاء الله هيكون له دور معاه الفترة اللي جاية. بعيدا عن الارقام والكورة والكلام ده كله، عايز اقولك ان ربنا ما بيجيبش اي حاجة وحشة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لو عرضت الاقدار على الانسان لاختار القدر الذي اختاره الله له. ببساطة كده، لو ما كانش كهربا الظروف اللي حصلت دي مر بيها، ما كانش شخصيته هتتغير بالشكل ده. كهربا الان مركز في الملعب فقط لا غير، علشان كده ربنا بيكرمه. يا راجل ده في مباراة الهلال السوداني حصل لقطة استوقفتني تماما. في الدقيقة 32 كان في احتكاك قوي جدا ما بين كهربا ومدافع نادي الهلال. صدقني لو كان كهربا ايام زمان كان ممكن طحن لاعب الهلال، لكن بكل بساطة قام وهو مركز في الملعب فقط لا غير، وكمان بيشاور لزمايله يبدأوا ان هم يطلعوا يزيدوا معاه في الهجمة المرتدة. كهربا الان مركز تماما مع النادي الاهلي وفي مستقبله اللي جاي. كهربا ببساطة مركز في الكورة فقط لا غير. سبحان الله ان يكون سر تألق كهربا في هذه الفترة هي الظروف الصعبة التي مر بها علشان تعدل من شخصيته كتير جدا وتخليه من لاعب كثير المشاكل وعليه غرامات بالجملة الى افضل مهاجم في مصر. لو انت مشاركني الرأي ياريت تكتب لي في الكومنتات رأيك وتشارك الحلقة طبعا لو عجبتك، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لو انت اول مرة بتشوفني. دمتم في حفظ الله واشوفكم على خير في حلقة تانية.